أما ما يحدث اليوم في قضية المدعو عبد الحميد دشتي الذي صاح هو والهالك الذي هلك قبله على البطل أبو حمود مسلم البراك الذي يطالب بحقه ولم يهرب من الكويت، كان متواجد ويقول للداخلية أنا موجود وفنجان أشكر والساعة المباركة، تعالوا جيبوا الورقة الرسمية يطلب حقه القانوني. صاح المجلس كله بمن فيه للأسف. حنا بنتكلم عن واقع الآن، هذا مجلس موجود واقع، لكن لابد أن نفضح الخونة وأعداء الأمة وأعداء بالشعب أمام الشعب الكويتي. فإذا بالمجلس يصيح مسلم موجود، قال لكم جيبوا لي الورقة الرسمية وأنا انتظركم. لكن هذا وين الحين؟ ماخذ طبية طلبة المدارس، هذه الطبية اللي ماخذها بأثر رجعي. اي بأثر رجعي. والمجلس اللي صوت على إلغاء هذا العذر وعدم الاعتراف به، جاء الرئيس وطقه، قال لا احنا نشاور طيب والناس اللي صوتوا ما لهم اي احترام اي قيمه؟ قال ولا لهم اي شيء اصلا، وكلها مسرحيه انكشفت للشعب الكويتي المسرحيه. وراح الان وكل يوم هالمريض المريض اللي قاعد في لندن مريض، هو الحين غايب عن المجلس لانه معه عذر طبي، كل يوم في قناه والشتم والسب لدول الخليج وعلى راسها المملكه. يعني اليوم انا سمعت له تصريح هو يقول هذه أسوأ من النظام الصهيوني، يعني المملكة العربية السعودية وآل سعود عندما أعطي لهم الحكم، في كلام نحن نخجل أن نقوله. لكن هذا عدو المملكة وعدو الخليج لا يجرؤ أن ينطق بكلمة واحدة ضد إيران. ليش؟ بالعكس هو دافع حتى عن الرق الإيراني، دافع عنه. تذكرون لما جاء الرق المحقون دافع عنه ما صبر، قال لا إيران لا يمكن تغشنا. طيب والخلية؟ الخلية طلع الأعضاء معروفين التسعة الذين قاطعوا الجلسة دفاعا عن الخلية، وقالوا حديث خطير بأنه مورست ضدهم تعذيب وأشياء أفعال يعني صراحة ما نستطيع أن نقولها، سيئة وقذرة. طيب ليش ما استجبت وزير الداخلية؟ ليش أنتم يا التسعة اللي زعلتوا على هالكلام وكلامكم مؤكد ليش ما طيرتوا الحكومة؟ هل في اتفاق؟ هل في شيء بينكم ما يدري عنه الشعب الكويتي اللي خلاكم تسكتون، واللي خلى إلى الآن وزارة الداخلية لم تنشر اسما واحدا ولم تخرج صورة واحدة؟ أبو رفعة من جاء من لندن هم حاطينه بالتلفزيون، ما شاء الله قدرتوا تجيبونه من لندن، أتينا به مخفورا تقول الداخلية. طيب فهد الرجعان ما تقدرون تجيبونه مخفورا؟ ايش معنى؟ هل مسكين، هل معروف انه مسكين مريض نفسي وعنده تقرير طبي جبتوه مخفورا وحطيتوه بشاشات التلفزيون، وفهد الرجعان ما تقدرون تجيبونه مخفورا؟ طيب هالخلية اللي قبضتوا عندهم هالكمية الأطنان من المتفجرات والأسلحة والسي4 التي ذكر بعض الخبراء أنها تدمر مناطق كاملة، هذه المتفجرات، ليش ما حطيتوا صورهم مع إدانة من القضاء؟ أنتم هذول حطيتوا صورهم قبل إدانة القضاء، لكن هذه الخلية بعد إدانة القضاء حتى ما حطيتوا صورهم ولا أسمائهم. إلى الآن الشعب الكويتي يعلم ويشك بأن هنالك اتفاقية بين هذه الفئة التسعة الذين خرجوا ولم يحاسبوا الحكومة في ادعاءاتهم وبين الحكومة التي تسترت إلى الآن عن أسماء وصور هؤلاء المجرمين الذين يريدون تدمير البلد. فيا أخوان هذه المسرحية مكشوفة للشعب الكويتي، لا تخرج برا وتقول تكلم، تعال هني واطلب اللي تبي. اليوم كنا قال في رد على سبر، قال أتمنى من الحركة الشعبية الوطنية يخلون لي مكالمة هاتفية. يا أخي تعال هني وقول، حنا نقولك تعال هني الندوة، تعال، بس ما تقدر تجي لأنك أنت تنتظر شيء، شنو بيصير ما ندري حنا. تأخرك وعدم حضورك دخولك إلى البلد إلى الآن أنت تنتظر حدثا معينا لا نعلم ما هو هذا الحدث، لكن لا شك بأنك تخطط وهنالك أمر تريده يحدث حتى تستطيع أن تأتي بدون أن يقبض عليك أحد ولا تذهب إلى إلقاء القبض كما صدر في حقك، يعني أمر إلقاء قبض من النيابة.
يعني اخوان في النهايه يعني لا يخدعنكم بعض الاقاويل وبعض الافعال. ما يحدث في البلد الان وضع خطير، وضع سيء. الشعب الكويتي عنده حاله من عدم الرضا والغضب على الاحداث التي تصير في الفتره الاخيره، وما نقول نسال الله عز وجل ان يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه، وان يحميها من كيد الخائنين ومن يريد بها سوءا وشرا. واشكر اخواني في الحركه الشعبيه الوطنيه على هذه الفرصه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. شكرا.